صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم، وقت ما لحقكم هذا الفيديو لقاكم بخير ومهنيين. مرحبا بكم كامل في قناتي، قناة وصفات الأولاد. جيتكم اليوم بهذه التحلية ولا الوصفة الحلوة تشيز كيك بدون ماسكاربون، بدون كريمة، بدون جيلاتين، وبدون فرن. جبت لكم بطريقة سهلة واقتصادية ومكونات تقريبا موجودة في كل منزل. جبت لكم اليوم بذوق الليمون. شوفوا كيفاش جا هذاك التشيز كيك، جا ولا اروع. وهذيك البنه ما نحكي لكمش. نحتاج فيه الجاتو، بسكويت، اي نوع بسكويت عندكم متوفر في المنزل. انا استعملت هذايا باكي يدير نورمالمون 12000. تقدروا تستعملوا بالماكاو ولا باي نوع. انا نفضل في التحليات كامل الماكاو، ولكن احيانا الجود بالموجود بالشي اللي راه متوفر. هنا رحيته مليح في الاشواق، درت له حوالي 4 مغارف مارغرين ذوبتهم. هذوما 2 مغارف ذوبتهم، بعد ما كفانيش زدت له 2 مغارف واحد اخرين ذوبتهم، وبديت نحك فيه شغل نبسس فيه هذاك البسكويت مليح. ومن بعد جبت هذا المول اللي يتفتح. تقدروا ديروا هذاك السارسو اللي متوفر عندكم كاري ولا مدور. هنايا واش راح ندير؟ راح نضغط هذاك البسكويت كامل، نسويه ونضغط له السطح كامل. لازم يكون سطح ملس. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالجام، تسهلكم الايام. بارطاج مع احبابكم وصحابكم الا شفتوا الوصفه تستحق البارطاج، والتعليق المحفز اكيد ما تنسونيش وما تبخلونيش. هنا راح نوجد الطبقه اللي راح نديرها. علاش قلت لكم بدون كريمات؟ هنا نسحقوا نص لتر حليب. الا حبيتوا الطبقه تكون عاليه ديروا ريتل حليب. درت كيس فلون بذوق الليمون، لاني اليوم اخترته بذوق الليمون. هنا درت الكيس يرفد 3 ملاعق، وزدت له مايزينا والسكر. هنا شوفوا، الا كنتوا تحبوا الحلاوه بزاف ديروا 2 مغارف حتى 3 مغارف 4 مغارف مايزينا. الا درتو ريتل حليب، انا درت نص ريتله، درت 2 مغارف سكر. والمايزينا تاني ديروا 4 مغارف مايزينا في الريتل حليب. انا هنا درت 2 مغارف مايزينا، كنت درت وحده ومن بعد زدت الثانيه. نحطه فوق النار حتى يغلي. من بعد ما رفد لي الغليه، هاي اللي حطيته فوق النار يغلي لي. بعد ما يرفد الغليه جيت نفرغه فوق هذاك البسكويت. شوفوا كيفاش سويته. هنايا باش ما يطلع لكمش البسكويت من الفوق، فرغوا فوق المغرفه باش تضمنوا بلي ما يطلع لكمش. هذه الطبقه الاولى نحطها تبرد، نديرها في الثلاجة. بعد ما تبرد لي فوق البلون دو طرافاي نحطها في الثلاجة تجمد مليح. الطبقة الثانية حنستعملو السوبر كريم بذوق الليمون. انا هنا عندي هذا السوبر كريم الواجد. تحبوا ديروا سوبر كريم صنع منزلي، ديروا نص كاس ماء ولا كاس ماء، وديروا ديروا فلان بذوق الليمون، وزيدوا له عطر الليمون، وزيدوا له الملون الاصفر. ولا خدموا كاس سكر بكاس ماء ومغرف مايزينا، وديروا له عطر الليمون اللي فيه لاباطاغون تاع الليمون، راح يعطيكم هذا اللون. وتنجحوا في السوبر كريم. المره الجايه راح نديركم وصفه سوبر كريم. هنا نحيت هذاك السرسو، راح ندير التزيين تاعي. بيان سور سوبر كريم ديروه فوق الطبقه الثانيه بعد ما تجمد لكم. تزيين كان تزيين بسيط، الجود بالموجود بالشي اللي متوفر عندكم. راح تعجبكم وتعجب اولادكم، ولما لا ازواجكم. هاي كيفاش جاني حنقسم لكم تشوفوا جا ولا اروع. انا قلت لكم درت طبقه ماشي عاليه بزاف لاني درت نص ريتل حليب. تحبوا الطبقه تاع الفلون تكون عاليه ديروا ريتل حليب. هذا التشيز كيك بذوق الليمون خرج بنين ولا اروع، صدقوني خرج هايل. والمقادير راكو شفتوها، مقادير سهله اقتصاديه تقريبا، راهي متوفره عندنا في كل منزل. هاولي كيفاش جا. شوفوا جا هذوك الطبقات يبانوا، والذوق اكيد ذوق الليمون ما نحكي لكمش. ما على باليش لا كاين اللي يحب ذوق الليمون كيما انا ولا ما يحبش. يعني تقدروا تغيروا عفوا تقدروا تغيروا الذوق. دونك تشوفوا كيفاش جا ويجيكم طري هايل ما شاء الله. بالمناسبة نشكر كامل اللي راهم يشتركوا في قناتي، ونقول لكم يعطيكم الصحة وفي ميزان حسناتكم.
هذه وصفتنا لنهار اليوم أو اقتراحنا لنهار اليوم، تشيز كيك بذوق الليمون بدون جيلاتين، بدون ماسكاربون، بدون أي كريمات. جاء ولا أروع. شوفوا لي هذاك المنظر يشهي، شهيتكم في الجنة ونعيمها. شوفوا كيفاش جاء ولا أروع. خاوتي خياتي، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة. تهلاو لي في روحكم. سلام.